انا تايه ومش عارف اعمل ايه في متاحف، استخدم ماتيريال ايه وما بعرفش ارسم، ما بعرفش الون وما بعرفش اعمل اي حاجه، وهم عايزيني ارسم لوحه وانا اصلا ما بعرفش ارسم، فاعمل ايه؟ صباح الخير او مساء الخير حسب تسمعوني امتى. انا هاخد الثلاث متاحف دول، هقول لكم اساسيات الثلاث متاحف، هقول لكم المتاحف دي ايه، ايه كل متحف يليق عليه ماتيريال ايه، هقول لكم المواقع اللي انتوا تدخلوا عليها علشان تعرفوا تساعدكم في ان انتوا لو انتوا مش عارفين تروحوا المتحف تبقى الحاجه قدامكم 3D. بصوا كل حاجه حرفيا ممكن اقولها في الحياه هقولها لكم في الفيديو ده، فركزوا كده وهاتوا ورقه وقلم معايا، اكتبي معايا ست الكل. بس قبل اي حاجه خالص دوس سبسكرايب لو انت اول مره تشوفني، ودوس لايك على الفيديو وفعل الجرس قبل اي حاجه خالص. تمام. طيب اللي متابعني عارف ان انا اكتر متحف بحبه هو المتحف الاسلامي، فهو اول متحف هبدا بيه. المتحف الاسلامي طبعا مش هنقدر نحصر الحاجات اللي موجوده فيه كلها، بس انا هقول لكم على معظم الحاجات اللي هتلاقوها هناك، وايه الماتيريال اللي هتحتاجوا تستخدموه. وخليني بس عشان انا عارفه انا ممكن اغلط في الفيديو في حاجه معينه صغيره كده، ان انا لما بقول لكم جواش معناها ان انا لما بقول لكم تستخدموا الوان البوستر، اتفقنا من الفيديوهات اللي فاتت. فالالوان البوستر دي هي اللي انا اقصد بيها جواش، عشان اكيد مش هقول لكم تستخدموا جواش تالنز مثلا في ان انتوا تستخدموا في المتاحف، هيتخرب بيتكم. المتحف الاسلامي بالذات بيكون فيه ثلاث حاجات، مش كلهم بس يعني المعظم بيكونوا يا اما خزف يا اما سيراميك يا اما خشب. نبدا بالخشب. الخشب خشن وملمسه بيبقى خشن، ولازم عشان تطلعوا خشن كده بالخشونه بتاعته في السكتش بتاعتكم، من وجهه نظري ومن تجربتي عشان انا كل الحاجات دي رسمتها، فبقول لكم من تجربتي او من تجارب زمايلي ايه الحاجات اللي طلعت الملمس بتاعهم، ماشي؟ عشان بس نتفق. اول حاجه الخشب يا اما ترسمه بالوان سوفت باستل، درجات البنيات والحاجات دي كلها بسوفت باستل، او الوان خشب. حلو كده. او لو انت عايز تعمل بقى مثلا ببوستر بحاجه تانية وتستخدم ميكس من كذا ماتيريال، يعني انا الخشب ده انا كنت بستخدم سوفت باستل وكنت بستخدم اقلام تحبير عشان الحدود بتاعه الخشب تبقى بارزه وحاده، عشان طبعا السوفت باستل بيبقى عباره عن زي طباشير، فالطباشير ده بيبقى الملمس بتاعه ما بيبقاش حاد، فانا كنت بجيب قلم تحبير وكنت بعمل بالاقلام التحبير اللي لونها بني الخشب. حلو كده. فكان بتطلع 3D وبتطلع حلوه قوي، وبتطلع شكلها بجد اكنك حاطط حته خشبه على لوحه. ففعلا كانت من اكتر الحاجات اللي فادتني واللي خلتني ان انا يعني اطلع الملمس زي ما هم عايزينه بالظبط وحتى بالالوان. تاني حاجة ودي أكتر حاجة أنا بحبها هي السيراميك. السيراميك معظم الناس بيستخدموا فيها الجواش اللي هو البوستر أو مية اللون أو ألوان المية. أنا كنت بستخدم للاتنين، كنت بحط مية لون على الخلفية كلها علشان السيراميك دايما بيبقى لونه لا أبيض ولا أوف وايت، هو بيبقى في النص ده، فكنت بستخدم الاتنين، بس في المعظم كنت بستخدم ألوان الجواش بس. حلو كده. تالت حاجه وهي الخزف. الخزف نفس الكلام، الوان ميه وجواش ما كناش بنطلع براهم، الا لو كانت حاجه مثلا فخار حاجه كده كان ممكن ندخل فيها الملمس بتاع السوفت باست عشان يديك الملمس بتاع الخشونه بتاعه الخزف. لو قله مثلا ولا حاجه او مكسوره او مشرشره بيبقى فيه خشونه كده شويه، فانت عشان تطلع ده بيكون اكتر حاجه بتظبط اللي بيديها الملمس بتاع السوفت باست. او طبعا الوان الخشب، خلينا متفقين ان الوان الخشب بتبقى ارخص شويه، فهتعرف تديك الملمس لو انت عارف تطلع تونات كتير تدخل الوان في بعض وكده عشان تطلع البني بتاع الخزف او الالوان بتاعه الخزف بالذات. لان المشكله في الالوان الخشب كانت بالنسبه لي انا، يعني كانت مشكله فيا ان انا ما كنتش بعرف اطلع الوان كتير منها، فبس في السوفت بس كنت بعرف ادمج واعمل واطلع ومش عارفه ايه واجيب الوان كتير وحاجات كده. فانت على حسب كل واحد برضو والتكنيك اللي هو بيستخدمه او بيشتغل بيه. اللي انا بقوله ده مش قاعده ثابته او مش لازم تعملوا بيها، بس دي حاجات متفق عليها من الدكاتره والمعيدين واللي كانوا بيقولوها لنا، واللي انا لما جيت جربته نفع معايا. يعني انا عارفه ان مثلا الخزف ممكن او سيراميك نعمله برصاص صح، بس مش هيبقى الالوان بتاعته حلوه. يعني مثلا المتحف الاسلامي مليان الوان والوانه حلوه جدا ومريحه للاعصاب جدا، فحرام ان انت تظلمها وتعملها برصاص. قبل ما ادخل على المتحف القبطي والمتحف المصري، في حاجه كان نفسي اقولها في فيديوهات قبل كده، وهي نوع الورق. نوع الورق بيوفر عليك وقت وبيوفر عليك مجهود كبير جدا. ليه؟ لان انا مثلا لو بعمل حته خشبه حلو وجبت الورقه بتاعتي لونها اوف وايت او لونها اللي هو زي الورق الكرافت كده لون بيج مثلا او بني فاتح،
بيسهل عليك جدا. دي غلطة وقعت فيها وما أدركتهاش غير بعد في آخر الترم عملت لوحة بس بيها. فبتفرق جدا جدا ألوان الورق، بتفرق معاكم جدا يا جماعة. في ناس كانت بتشتغل بورق أحمر، وفي ناس كانت بتشتغل بورق اللي هو الكرافت البني، وكان في ناس بتشتغل بالورق الاسود. انا اشتغلت باسود، فرق سما من عمى والله العظيم. يعني هقول لكم دلوقتي انا استخدمت ايه بالظبط في ايه، وايه اللي ينفع تستخدموه علشان تبقى عندكم يعني خلفيه. بس عامه الورق بتستخدموه لما بتروحوا المتحف بتستخدموه عادي 180 جرام 120 جرام ايا كان الورق، بيبقى خفيف عادي. وبتنقلوه لما بتروحوا في ورق بقى 300 جرام تقعد، عشان الالوان طبعا الميه بيبقى فيها نسبه ميه، والوان الجواش برضو بيبقى فيها نسبه ميه. فعشان اللوحه تفضلوا محافظين عليها، وتفضلوا الورق محافظ على شكله، وما يبقاش مكرمش، ما يبصش منكم بعد ما تعملوا اللوحه كلها. فحاولوا تجيبوها معظم الوقت 300 جرام علشان تعرفوا ترسموا عليه. حلو كده. وقلنا في الفيديو اللي فات ازاي توفر في المشاريع بتاعتكم بتاعت الكليات، ازاي تجيبوا الورق ده وتوفروا فيه على قد ما تقدروا. متحف القبطي من اكتر المتاحف اللي انا تعبت فيها، بس فعلا يعني طلعت لوح يعني انا بعشقها. معظم الحاجات اللي هتلاقوها في متحف القبطي نحاس وفضة ولوح بورتريه. بستخدم له اكريليك، وكنت بستخدم له في حاجة اكتشفتها كانت مؤخرا، اقلام اصلا فضة، يعني اقلام لونها فضي فيها اللمعة بتاعت الفضة دي. وفي على فكرة جواش فضة بس هتلاقيها سعرها غالي قوي. انا الاقلام الفضي دي كانت يعني ادمنتها في الاخر، واستخدمت في الحاجات الفضة دي ورق اسود، لان الفضي او اللون الفضي ده كان عامل كونتراست فظيع بينه وبين الاسود وراه، كان فظيع. انتوا تقدروا تستخدموا اي حاجه، بس انا بقول لكم احسن حاجه من وجهه نظري. فكنت بستخدم الاكريليك علشان اعمل ظل ونور، كنت بحط عليه اسود. وكنت بستخدم الاكريليك ان انا اغمق بس اللون بتاع الفضه ده، عشان قلم الفضه ده هو لون واحد، هو لون فضي واحد فاتح. فعشان اعرف اعمل ظل ونور، فكنت بجيب اكريليك فضي واعمله احط عليه اسود واغمقه عشان اعرف اعمل اللون. ولو انتوا مش عايزين تجيبوا ماتيريال تانية او مش عايزين تصرفوا او تكلفوا الفضه، يعني اكتر حاجه بتبقى لايقه عليها الابيض والاسود طبعا. اللي هو الرصاص، عايزين ترسموها رصاص ارسموها رصاص، بتبين ان دي حاجه فضه، لان هي الرصاص ده بيديك مطيات. لو انت عرفت تظبط التونات هيديك ملمس الفضه، وهيديك اللمعه بتاعت الفضه دي. طيب النحاس، الحاجات النحاسيه دايما نفس الكلام، في منها اكريليك وفي منها جواش نحاسي. دي نفس الكلام، كنت بجيب برضو اكريليك او جواش نحاس وكنت بعمله بيه، فكانت حلوه جدا جدا وكانت بتنفع، وكانت بتديني اللمعه بتاعت النحاس. في اقلام اصلا نحاسي، يعني هو في اقلام نحاس، في اقلام بيبقى فيها اللمعه بتاعت النحاس دي. اصلا الاقلام دي فضلت معايا لحد اولى وتانية، وكنت بستخدمها في مشاريع لما كنت بعملها هاند ميد. كنت برسم مثلا حاجه وعايزاها تبقى مميزه ولا حاجه، كنت بحط الاقلام دي فيها، كانت بجد بتفرق جدا. تخيلوا حاجه وكانت بتلمع. في ناس بقى كانت بتعملها بورق دهب وحاجات كده، احنا مالناش دعوه بالحاجات دي يا اولاد، احنا ايه، احنا على باب الله. اللوح بقى، اللوح المتحف القبطي فيها بورتريهات كتير قوي، ولوح كتير جدا جدا. فلو انتوا هتبداوا تمشوا في السكه دي، يعني من وجهه نظري ان اكتر حاجه كانت حلوه في القبطي ان الالوان بتاعتها موجوده في البوستر، ما كنتش بحط عليها حاجه خالص، يعني كنتش بزود لون حتى، كنت باخد الالوان من البوستر واروح ملونه. فالالوان الجواش بتاعت البوستر دي كانت اكتر حاجه نفعت معايا، وخلت ان عندي درجات الوان كتير، ففرقت معايا جدا وخلتني ان انا اعمل لوح كتير كمان. نيجي بقى للمتحف المصري. المتحف المصري كان من اكتر الحاجات اللي موجوده هناك، هي طبعا الذهب طبعا، والتماثيل، وطبعا الفضه. وفي لوح كمان كانت موجوده، كان في لوح بورتريه. الذهب عشان تطلع الذهب ده كان في ناس بتعمله بالخشب، كان بيطلع حلو قوي، اللي بيعرفوا يجيبوا درجة الذهبي ده كانت حلوة قوي. بس برضه تقدروا تجيبوها بأقلام الأقلام النحاسي، تعرفوا تدرجوها بأكريليك أكريليك نحاس أو أقلام نحاس اللي هو أقلام اللون الذهبي ده، بيدي لمعة كده. وفي ناس بتستخدم فيه جواش اصلا، بس انا مشكلة ان انا الحاجات دي اسعارها لو انا قلت دلوقتي سعرها هيتغير مع الوقت، فانا مش هقول اسعار، يعني انا والله نفسي اقول لكم اسعار بس فعلا بتتغير مع الوقت. بس اللي هي الصغيره خالص دي كانت غاليه، كانت غاليه قوي. فانتوا هتستهلكوها كلها وممكن تزودوا عليها كمان، فمش عايزه اقول لكم سعر. فلو عايزين تجيبوا جواش لونه ذهبي،
ممكن تجيبوا اللون الذهبي، هيدي معاكم، وهتعرفوا تغمقوا وتحطوا عليه ابيض، تفتحوا الذهبي وتحطوا عليها ظل، تحطوا اسود يعني تحملوها غامق، هتبقى حلوه معاكم قوي. الفضه نفس الكلام زي ما قلنا في المتحف القبطي، ممكن رصاص، ممكن اقلام فضه. التماثيل بقى تتعامل شويه زي الخشب، لان هي بتبقى خشنه والملمس بتاعها لازم يبقى خشن، فيا اما بتبقى سوفت باستل عشان تطلع الدرجه بتاعه اللون، يا اما خشب. بس انا شفت اصلا، او اللي انا شفته في المتحف المصري، ما اعرفش ليه والله، بس كان معظم الناس اللي بتدخل المتحف المصري كانت بتستخدم الرصاص. يمكن عشان الرصاص بيدي واقعية أكتر، بيدي شكل ملمس الخشن، وحاجة المتحف المصري بتحس إن هي خشنة، فيها الحجر والصخر والحاجات دي. بس اللمعة بتاعت في ناس حتى في التماثيل بتاعت التماثيل والاكسسوارز والوشوش والحاجات دي كلها كانت عشان هي ذهبي كانوا بيستخدموها برضو، بيعملوها بالرصاص، وكانت بتطلع تحفة على فكرة. بس انا بتكلم عشان تعرفوا تجيبوا درجه اللون دي، بيبقى كذا اوبشن كده قليلين تعرفوا تعملوها بيها. كل اللي انا قلت عليه ده بتحتاجوا لما بتروحوا صور مرجع مثلا لحاجه، عشان دايما بيبقى فيه ازاز، فانتوا ما بتعرفوش تصوروا الحاجه بزوايا مختلفه، او ما بتعرفوش تقربوا قوي، ما بنعرفش نعمل طبعا فلاش الحاجات دي كلها. فانا هنزل لكم الصور بتاعه المتاحف دي متصوره اصلا من الوزاره، علشان تبقى قريبه ومن غير ازاز من غير حاجه، عشان تعرفوا ترسموها. هتلاقوها في الجروب عندي، كده كده كنت منزلها، بس هعيد هعملها شير تاني وانزلها تاني في كل المتاحف. تمام كده. طيب تاني حاجة، في مواقع بتعمل 3D للحاجة، يعني في مواقع انا كنت قايلة عنها في فيديو اصلا قبل كده، هسيب لكم اللينك برضو. وفي مواقع لسه اتعملت جديد وحاجات كده هنزلها لكم برضو، كل اللينكات دي هنزلها لكم تحت في الفيديو. بتدخلوا على مثلا المتحف الاسلامي، يجيب لك القطعة الفنية من كذا زاوية، تبقى 3D، تبقى داخل لكنك مثلا في المتحف القبطي، تدخل المتحف القبطي في السراديب، وتدخل تشوف الحاجات بالظبط هي موجودة فين وازاي، وكل حاجة اكنك موجود في المتحف. حاجات كلها بتبقى 180 درجة و360 درجة وحاجات كده. والمتحف المصري وكل الحاجات دي، والمتحف المصري طبعا. فدي كلها حاجات هتساعدكم، او ماتيريال هتساعدكم، ان انتوا لو انتوا مثلا في لوحة فلانية صورتوها الصورة مش حلوة، عايزين مش هتعرفوا تنزلوا مثلا النهاردة بتاع، ممكن تدخلوا على الموقع ده تشوفوا الزوايا بتاعتها وتعرفوا ترسموها هي اكنها قدامكم. بس كده يعني، يا رب يكون الفيديو قصير ويفيدكم وتستفادوا منه. انا عارفه ان انا قلت معلومات كتير، بس يا رب تكونوا يعني استفدتوا منها. ان شاء الله هنزل لكم حتى الالوان بتاعت المتاحف دي، هحاول انزل لكم، ونزلتها لكم في الجروب برضو، هسيب لكم اللينك تحت، درجات الالوان ازاي تخلطوها على بعض. فلو استفدتوا من الفيديو ده، لايك حلو الفيديو ده وشير على قد ما تقدروا في الجروبات، علشان كله يستفاد زيكم، وتبقوا يعني تتجنبوا غلطات دفعتي والدفعات اللي فاتت وكل الدفعات عامة، عشان احنا غلطنا وقعدنا نجرب ونبوظ في سكتشات كتير جدا. فان شاء الله ده ما يكونش حالكم يعني، والموضوع يبقى بالنسبة لكم بقى اسهل. استمتعوا بفترة متاحف دي، هرجع اقول تاني دي من امتع الفترات اللي كانت في حياتي، استمتعوا بيها، هتتبسطوا. ولو يعني ينفع انت انزل تاني متاحف وارسم فيها بجد كنت هنزل. ف يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وقولوا لي لو انتوا عايزين اي فيديوهات تانية، او في حاجات انتوا محتاجينها بالذات في موضوع المتاحف، او ايا كان بقى في اولى تانية تالتة، قولوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعمل حسابي واعمل لكم الفيديوهات وانزلها لكم. ميعادنا كل تلات وجمعة ان شاء الله، هنزل لكم فيديوهات مستمرة. المواعيد ممكن تختلف، بس هي لحد دلوقتي المفروض الجمعة الساعة 5 والتلات الساعة 8. اشوفكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله.